بصراحة في حاجات كتير جدًا، جدًا أنا كنت فاكرها بديهية وإن كل الناس عارفينها، إن حاجات كتير أوي ناس كتير أوي، أوي مش عارفين عنها أي حاجة أصلًا، فقُلت لازم أشارككم الحاجات دي لإن هي بجد ممكن تحمي أسنانكم جدًا وتحافظ جدًا على صحتكم بشكل أنتم لا تتخيلوه. خلّينا نبدأ بحاجات صغيرة بس معظم الناس بتخاف منها، حاجة زي إنك لمّا بتشرب مَيّة ساقعة بتحس بألم شديد في كل أسنانك. خلّيني أطمنك وأقول لك إن دي حاجة طبيعية جدًا ومعظم الناس بتحس بيها وما فيهاش أي مشكلة، المشكلة الوحيدة لمّا الألم ده يفضل مستمر فترة طويلة وشديد، وقتها تعرف إن في فعلًا مشكلة محتاجة دكتور يتدخّل، يا إما بقى تراجع في اللثة، يا إما جيوب في اللثة، في مشكلة محتاجة دكتور، لكن لو ثانيتين 3 وبيختفي يبقى الدنيا كده تمام. نروح لتاني نقطة أهم وأخطر، لو عندك أي مشكلة صحية مزمنة زي الضغط أو السكر أو علاج معين بتاخده أو أي حاجة مرض عندك أنت بتتعالج منه ومكمّل فيه أو كنت عامل عمليات في القلب قبل كده أو أي تاريخ مرضي ليك، لازم تقوله لدكتورك أول ما تدخل عنده العيادة، ليه؟ لإن أوقات كتير جدًا ده ممكن يعمل مشاكل لا تتخيلها، أي تدخُّل بسيط من دكتور الأسنان عند حد عنده أي أمراض مزمنة أو بياخد علاجات معيّنة وما قالش عليها للدكتور، التدخُّل البسيط من الدكتور ممكن يسبب مشاكل لا تتخيلها، قد تصل إلى الوفاة، ومش باهوّل لك والله، مش باهوّل لك، لكن دي الحقيقة، لازم تعرّف الدكتور تاريخك المرضي كويس جدًا عشان يعرف هيتعامل معاك بأنهي طريقة وبأنهي سكول. وفي معلومة كمان ناس كتير جدًا مش واخدين بالهم منها، وهي إنك لمّا بتخلع ضرسك لازم تعوّضه بحاجة تانية، سواء كان زرعة أو bridge يعني كوبري أو تركيبة ثابتة، ليه؟ لإن يا جماعة إنك تسيب ضرسك المخلوع ده من غير ما تعوّضه ده هيؤدي إلى مشاكل كتيرة جدًا، زي إن الضرسين اللي قبليه واللي بعديه هيميلوا في المكان الفاضي، والضرس اللي فوقيه أو اللي قصاده هينزل من مكانه، ورصة الأسنان نفسها هتختلف، وممكن يطلع عندك فراغات ما بين الأسنان وبعضها اللي جنب الضرس اللي مخلوع بسبب إن الضروس دي ميّلت، وحاجات كتير جدًا علاجها هيكون أغلى بكتير أوي من تمن الزرعة اللي أنت هتحطها أو الكوبري اللي أنت هتعمله. حاجات كتير أوي مشاكلها هتكون مزعجة ليك، مزعجة وأنت نايم لو العضة اختلفت وألم في العض وألم في الفك مشاكل كتيرة جدًا، جدًا أنت ممكن تواجهها لو عوّضتش الضرس اللي اتخلع ده في أسرع وقت ممكن. ده غير على فكرة إنك ممكن وأنت بتاكل متضايق وأنت بتمضغ الأكل والأكل بييجي مع في اللثة في المكان المخلوع، تبقى برضه مسبب لك إزعاج ومش مبسوط، حاجات كتير أوي. ممكن ببساطة زرعة أو تركيبة انتهى الموضوع. ولو أنتِ حامل ليه عندِك خبر حلو، عادي جدًا وآمن أوي تزوري دكتور الأسنان في الفترة التانية من الحمل، في التلت التاني، يعني من أول الشهر رقم 4 لحد الشهر رقم 6 آخر 6 الرابع والخامس والسادس، لإن هي دي أأمن فترة، نقدر ناخد بنج عادي، نقدر نعمل كمان أشعة الأسنان، الأشعة بتاعة الأسنان اللي في عيادات الأسنان آمنة جدًا عليكِ وعلى الجنين وعلى كل حد، ما فيهاش أي مشكلة، الإشعاع اللي بيطلع من جهاز الأشعة بتاعة الأسنان زيه زي الإشعاع اللي بيطلع من الموبايل اللي حضرتك ماسكاه في إيديكِ ليل نهار، فما تقلقيش أبدًا من النقطة دي، فبالعكس بقى تجاهل ألم الأسنان أثناء الحمل ممكن يسبب لِك أصلًا مشاكل كتير جدًا في أسنانِك تضطري تعاني منها وتعالجيها بعد الحمل لفترة طويلة. أمّا بقى بالنسبة للأطفال فالأسنان اللبنية مش أسنان مؤقتة وليها فترة وهتتخلع وخلاص زي ما ناس كتير فاكرة، دي أسنان مهمة جدًا يا جماعة في الأكل وفي النطق، في إن هي بتحافظ على مكان الأسنان الأساسية اللي هتطلع بعد كده، وفي ثقة الطفل في نفسه، وفي حاجات كتير جدًا. لو استهترنا بالأسنان اللبنية ديّة وسِبناها تتسوس واللي يتسوس نخلعه وخلاص، هنواجه مشاكل كبيرة جدًا بعد كده في الأسنان الأساسية لمّا تيجي تطلع وما تلاقيش مكان تطلع فيه، ونضطر نعمل تقويم ونعدل الأسنان وحاجات كتير إحنا في غنى جدًا عنها لو بس اعتنينا بالأسنان اللبنية وحافظنا عليها لحد ما ييجي ميعاد وقوعها. وفي نقطة أخيرة بس خطيرة، لو عملت حشو عصب في ضرسك أرجوك لازم تغطيه بحاجة من ال3 حاجات اللي إحنا قُلنا عليهم، يا إما composite مغطي الضرس كله من فوق، يا إما حاجة اسمها endo crown أو overlay بتغطي برضه الضرس من فوق، يا إما crown بيغطي الضرس كله من فوق ومن كل الجوانب علشان نحميه إنه ما يتكسرش، لإنه لو اتكسر هتضطر تخلعه وتزرع واحد بداله ويبقى مجهودك وفلوسك ومجهود الدكتور وكل ده راح على الأرض. يعني من الآخر دي شوية معلومات بسيطة جدًا وصغيرة بس ممكن تفرق بشكل كبير جدًا في صحة أسنانك وفي حفاظك عليها. فدلوقتي عايز أعرف منك إيه أكتر معلومة من المعلومات اللي أنا قُلتها حسيت إن هي جديدة عليك؟ اكتبوا لنا ده في الكومنتات، وما تنسوش كمان تكتبوا لنا لو عندكم أي مشكلة في أسنانكم في الcomments في دكتور مخصوص هيرد عليكم وهيجاوبكم بإذن الله. ولو وصلت معانا لحد هنا يبقى الcontent ده عجبك جدًا يا صديقي، فما تنساش تعمل subscribe للقناة علشان ناس كتير جدًا من اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناة. كان معاكم دكتور عبد السلام محمد وأشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام.